السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة هنعمل الكابوريا دي. اوريكم بس طريقة تنظيفها. انا نضفت ده كله وقلت ايه اصور لكم كام واحدة كده وانا بغسلها. بصوا خليكم معايا، الجزء ده بشيله كده اهو. بصوا وبتتغسل غسله حلوه قوي قوي قوي، وهوريكم طريقتها هنعمل فيها ايه. خليكم معايا. بصوا يا جماعه، احنا غسلناها كويس قوي وانا وريتكم بتتغسل ازاي. هبدا بقى ايه احطها على النار اهي. ادي توم، تمام، وادي بصل، تمام، وادي ليمون، مش عارفه اعصره، جامده قوي مش مشكله اهو. وادي شويه كمون. هنسيبها بقى ايه تاخد وتدي مع بعض ونرجع لكم. حطينا البصل والثوم والليمون، وادي الفلفل، ماشي، وادي طماطمايه. سهله جدا 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 عمايلها، مفيهاش اي حاجه، اي حد يعملها، تمام. وهنحط شويه فلفل اسمر، احنا حاطين كمون قبل كده. خليكم معايا. صلوا على رسول الله، عليك افضل الصلاه والسلام يا حبيبي يا رسول الله. ده كان الشكل النهائي للكابوريا اللي عملناها مع بعض. بصوا شكلها رائع وطعمها رائع وجميله. الف هنا وشفا للي هياكلها. ادعوا لاهل غزه وفلسطين، ربنا ينصرهم، امين يا رب العالمين. انا كنت سعيده وانا معاكم. ما تنسونيش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.